اهلا وسهلا بكم، معاكم مهندس احمد صلاح، والنهارده في تيب وتريك سريعه جدا في برنامج ريفت. بس قبل ما نتعلمها مع بعض اعمل لايك وفولو، عشان انا كل يوم بنزل محتوى خاص بالهندسه المعماريه والهندسه المدنيه، وده جزء من دبلومه الريفت الخاص بمهندسين المكتب الفني اللي بيتم تسجيله حاليا. طيب، انا دلوقتي عندي السلم بتاعي وعندي السلاب اون جريد او الارضيه بتاعه الدور الارضي. العلاقه ما بين السلم بتاعي والسلاب اون جريد عندي في حته هنا كده فاضيه، مش المفروض ان هي تكون موجوده، وبرضو الحته دي مش منطقي ابدا ان انا اوزعها على باقي السلم او على تقسيط السلم. طب هعمل ايه في الحاله دي؟ ان انا عاوز بس الجزء الخرساني ان هو ينزل يكمل لغايه السلاب اون جريد عندي، علشان فيما بعد يعني ان انا اقدر اعمل انوتيشن للستارتر بتاع السلم. هاجي هنا عندي جوه السلم، هختار edit stairs، هاجي عند القلبة اللي انا عاوز اعمل فيها extend للجزئية دي، هدوس على القلبة بتاعتي، وهاجي هنا هلاقي كلمة extend blue riser base. انا عندي هنا في رقم المفروض ان انا احطه، الرقم ده هيبقى بالسالب علشان انا عاوز انزل السلم لتحت او انزل الجزئية بتاعة الخرسانة لتحت. فهاجي ادوس على السلم وهاجي هنا هكتب -100، هلاقي السلم بتاعي وقف بعلاقة شكلها سليم ومظبوط عند السلاب جريد عندي.